وهناك خوارم متفق عليها عند العقلاء، منها كثرة التمسخر والتهكم في المجالس. بعض الناس إذا جلس يتهكم بالمتكلم، فإن تكلم تهكم في ألفاظه وتمسخر، وأتى بعبارات يستحيي العاقل من إرادها. هذا مما يقلل منزلته. ولهذا جاء في الحديث: إياك وما يعتذر منه، لأن هذا العمل قبيح بالشخص، فيضطر أحيانا إلى التعذر إن كان عنده حياء. وبعض الناس ما عنده ولا مسحة من حياء، لا يبالي بما يقول من الألفاظ المشينة. خارم مروءة آخر أو ثاني الحديث عن أمور المعاشرة الزوجية، تارة تصريحا وتارة تلميحا، وهذا مستقبح عرفا ومروءة، وقبل ذلك مذموم شرعا. يتكلم بأمور عن المعاشرة الزوجية ليضحك الآخرين، يكشف غطاء بيته وستر ربه عليه، فمثل هذا مستقبح عقلا، وقبل ذلك منفر من الشرع. ثالثا من خوارم المروءة كثرة السؤال عن خصوصيات الناس: كم عمرك يا فلان؟ كم مرتبك؟ كم كذا وكم كذا. هذه لا يرضاها الناس إلا لمصلحة، أمور رسمية، لكن من باب الدخول وفضول الأسئلة لا ينبغي. سأل رجل الإمام مالكا رحمه الله فقال: يا إمام كم عمرك؟ فقال له مالك: أقبل على شأنك. هذا جواب حكيم من إمام حكيم: أقبل على شأنك، ليس لك علاقة، ما المصلحة؟ أحيانا تحرج الشخص في أسئلة خصوصية، قد يدلس عليك، وقد يصدق وهو متضايق، وقد يكذب عليك، فلا تدخل غيرك دائرة الإثم. رابعا من خوارم المروءة التعرض لمواطن الريبة، مكان مشبوه، كثرة التردد عنده وحوله من باب الفضول، قد تقع في عين متهم لك. ولهذا قال بعض السلف: من عرض نفسه لمواقع التهم فاتهمه. تأتي عند مكان أو تماشي رجلا مشبوها بسوء خلق أو سوء أدب أو مشاكله ومنبوذ عند الناس، ستحسب عليه، فإذا أتيت مكانا مشبوها ستصنف أنك من أهله. خامسا من خوارم المروءة التصدر في المجالس بحضور من هو أولى منه. يدخل المجلس في من هو أسن منه وأعلى مقاما منه علما أو جهلا، فيتصدر في المجلس ويكون تحت نقد الناس ويعيبه الناس بذلك. فالإنسان يربأ بنفسه أن يعرض نفسه لنقد العقلاء، لأن هذا ينقصك من أعينهم أو ينقص من قدرك في أعينهم. سادسا من خوارم المروءة التحدث بما يستقبح. نص أهل العلم أن يكون على الطعام فيذكر ما تنفر منه النفوس ويستقبح ذكره عند الأكل،
وهذا من آداب الإسلام، بل هذا مما تطمئنه العقول والفطر الطيبة، عدم ذكره، وذكره تنفر منه العقول والنفوس. سابعا من خوارم المروءة أن يتحدث مع كبير السن دون مراعاة لسنه ولشيبته. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. يخاطب كبير السن كأنه يخاطب شابا في سنه أو أحد الصغار، لا ألفاظ توقير ولا احترام. فينبغي توقير كبار السن ومعرفة قدرهم. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.